مساء الخير على الجميع واهلا بكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حد الزعف او احد الشعانين. النهاردة هنعمل لكم شرح ازاي تعمل قلب زعف، وازاي تعمل فيه ورد علشان يبقى شكله لطيف وشكله حلو يعني كده. تابعوا معايا الفيديو للنهاية. اطلب من حضرتك قلب زعف ومقص. طبعا علشان احنا دايما بنختار قلب الزعف. قلب الزعف دايما بنختار الزعفة العريضة علشان في التطفير بتاعها بيكون اسهل بكتير، لكن لو مش متاح يبقى دي تأدي الغرض. اول حاجة هنعملها في القلب الزعف ده، احنا هنفرع العصيان بتاعته دي اللي هي الفروع دي، هنفرعها كلها فرع فرع، ونبتدي نشتغل احنا نعمل القلب بتاعنا. طبعا بعد ما فرعنا العروق بتاعته زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده، خليناها مفرد، هنبتدي نشتغل ان احنا نعمل القلب الضفيرة بتاعته. فدي محتاجة تركيز شوية فيها يا جماعة، عشان ايه؟ الناس تاخد بالها عشان ما يفكش منك بعد كده. احنا بنحاول نخلي في تساوي هنا ما بين الناحية دي والناحية دي عشان يبقى القلب الضفيرة ماشية مظبوط. يعني بنخلي الناحية دي والناحية دي متساويين مع بعض في الفروع، يعني تبقى دي زي كده، دي قصاد دي كده، تمام؟ اهي دي قصاد دي كده. اول حاجة بنعملها بناخد الناحية، انا هخليني كده عشان اقدر اشرح كويس قوي. هخلي الناحية دي كده بقلبها كده، تمام، وعكسها بيجي عليها، تمام. بصوا بتبقى عاملة ازاي اهي، بتبقى عاملة كده، تمام. بنيجي في اللي بعدها بناخدها من تحت الاولانية ونحطها عليها، تمام كده اهو. وعكسها الناحية التانية بناخد من تحتها بالظبط كده وبنعديها كده. شوفوا بقت معايا عاملة ازاي اهي، بقت عاملة كده. نعملها تاني، بناخد اول واحدة بنتنيها كده، والتانية عكسها فوقيها على طول، تمام كده. هنجيب التانية الفرع التاني بنعديه من فوق الاولاني بيبقى عكسها، وبنجيب التحتي فوقيه، بقت كده اهي. شايفينها اهي. هنفضل ماشيين على هذا الاساس كده، تمام. نفضل نمشيه عكسه معكوس كده عشان ما يفكش مننا القلب. هنفضل ماشيين عاكس ومعكوس كده، وكل مدى واحنا ماشيين بنشد في الفرع علشان ما يفكش معانا. اهو احنا ماشيين كده
واحدة وعكسها التانية، واحدة وعكسها التانية، واحدة وعكسها التانية. أول تفريعة بالنسبة للقلب. هنبتدي نشتغل من ناحية تانية. ايه هي الناحية التانية؟ هناخد من هنا نضفره كده لفوق، والعكس الناحية التانية هنا هنضفره لفوق. ركزوا معايا. بناخد أول واحدة دي بنتنيها كده، تمام، اهي التانية اهي، حلو كده. بناخد واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة، واحدة فوق واحدة. دي أول واحدة كده، تمام. نعكس التانية تبقى عكسها اهي، اهي دي اتعكست، وهكذا التالتة. عاكس ومعكوس، تمام. طبعا بعد ما ضفرنا الناحيتين بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. دلوقتي احنا هنكمل الحتة اللي فوق، هنعملها زي اللي تحت بالظبط. وده كده بيكون الشكل النهائي للقلب. يعني بيعملوا فيها طرحتين يعني زي ما بيقولوا يعني كده، واللي فوق ده كده بيتساب عادي، مفيش اي مشكلة. تعالوا بقى دلوقتي نزينه بالورد. انا ماشي كده في الشارع، لقيت شجرة زي كده فاخدت منها ورد، يعني ورد الزينة، ابيض وبنفسجي كده. عادة هم في الصلبان او في حد الزعف بيحطوا، ممكن يحطوا ورد صناعي عادي عشان بيحلي شكل القلب يعني. لكن انا عادة بحط الورد الطبيعي ده، وهقصقصه دلوقتي وهزين بيه القلب وهوريه لحضراتكم. ده منظر القلب بعد ما زيناه بالورد. كل سنة وحضراتكم طيبين. ما ننساش نشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. وكل سنة وحضراتكم بألف خير.